قلت لكم قبل كده اني بفكر 100 مره قبل ما ادي انا كمان الختم لعيانتي انها عندها فايبروميالجيا. وقلت لكم ليه. لكن الحقيقه لو بفكر 100 مره، في ست بفكر معاها 1000 مره قبل ما تاخد الختم. الست اللي لاول مره بتسمع كلمه فايبروميالجيا في السن القلق بتاع ال 45 ده. ليه لما انت عندك فايبروميالجيا فجأة جت واحنا بنحوم حول المينوبوز؟ هي ايه العلاقة؟ كتير جدا المينوبوز بأوجاعه وآلامه ودرجة الالتهاب البسيطة اللي فيه، او اللي ممكن تكون كتيرة لو مش واخدين بالنا، اللي بنسميها الانفلامابوز، مع اضطرابات النوم والقلق بيلخبط مع اعراض الفايبروميالجيا ويخلينا غلط نقول انها فايبروميالجيا. عشان كده بركز قوي السن اللي ابتدت فيه القصة. حاجة كمان مهمة جدا، المينوبوز أو سن اليأس، طول عمرنا بنقول ان الست بعد ما تكبر وتبقى في اواخر الاربعينات وداخله على الخمسينات، طول ما هي ماشيه تقول يا كتفي، يا ظهري، يا مفاصلي، يانا، وبنقول عليها كبرت او بتدلع او العظمه كبرت او ايا كان. انما السنه اللي فاتت بس 2024 عرفنا ان في حاجه اسمها musculoskeletal syndrome of menopause، او الاعراض الجسديه العضليه الهيكليه اللي مرتبطه بسن الياس. ليه؟ لانه الاستروجين لما بيقع مره واحده بيخلي احساس الالم بيزيد. اذا في احتمال كبير قوي ما تكونش دي فايبروميالجيا. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، ممكن تكون بدايه مبكره لمرض مناعي ما كانش هيجي اصلا، ولكن لان احنا عايشين في بيئه التهابيه بدا يعلن عن نفسه عن فايبروميالجيا، واعلن متاخر بدليل ان هو جاي قرب سن الياس. نمره 2، خلل الهرمونات، الاستروجين اللي وقع زود الالم. نمره 3، حاله الالتهاب. المينوبوز بيبقى عنيف جدا لما يكون معاه انفلاميشن او التهاب وبنسميه الانفلامابوز. ونمره 4 بالتاكيد المغذيات الدقيقه اللي بتبقى ناقصه. عشان كده ارجوكي يا سيدتي، 45 سنه لا، فكري كتير قوي انتي ودكتورك، لا ده مش فايبروميالجيا، احنا متلخبطين ومحتاجين نسمع الصوت صح.